السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم علمني بما تنفعني وانفعنا اللهم بما علمتني وزدني علما. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الايرورز اللي ممكن تقابلك وانت بتكتب الكود. اتكلمنا برضو ازاي تكتب كلين كود او ريدبل كود. تمام. ان شاء الله النهارده هناخد مفهوم جديد معانا في السي شارب اسمه الاف ستيتمنت. يعني ايه اف ستيتمنت؟ هو حاجة بتنفذها بس بتعدي على شرط الأول. تمام. لو الشرط ده اتحقق هينفذ لك الحالة اللي انت عايزها دي، ما اتحققش مش هينفذ الحالة اللي انت عايزها. باختصار. تمام. بيقول لك ايه بقى؟ if is a decision making statement، يعني قرار انت بتاخده عشان تنفذ حالة معينة، وبعدين بيتشيك الكونديشن بتاعك true او false. تمام. لو true الكود بتاعك بيحصل له run بيشتغل. طب لو false لا مش هيشتغل، هيسكيب اصلا الكود بتاعك ده كله. تمام. يبقى الاف ستيتمنت هو شرط احنا بنكتبه عشان ننفذ حاجة معينة. لو الشرط اتحقق هينفذ الحالة دي، ما اتحققش مش هينفذ الحالة دي خالص، هيسكيب للكود. تمام. الاستراكشر بقى بتاعت الاف دي بنكتبها ازاي في الفيجوال ستوديو؟ خلونا كده نروح للفيجوال ستوديو، نمسح المكتوب ده. قال لك بتعمل ايه؟ تكتب اف، تمام، وتعمل القوسين دول، وجوه القوسين قال لك بتكتب الشرط بتاعك. تمام. تنزل سطر كده وتعمل قوسين المجموعة او البلوك كود، ده اللي بتكتب فيه الكود بتاعك. تمام. وهنا الشرط، يبقى بتكتب اف، تفتح قوسين اللي هنكتب جواهم الشرط، وبعدين بتعمل بلوك اف اللي بتكتب جواه الكود اللي انت عايز تنفذه. تمام. خلونا كده ناخد مثال عملي. لو انا عايز اسأل مثلا عن عمر الطالب، مثلا لو فوق ال15 ينفع يروح معانا الرحلة. اقولها ازاي؟ يبقى انا محتاج اخد عمر الطالب، ومحتاج الشرط، ومحتاج الكود اللي هيتنفذ. عندي 3 خطوات. طب خلونا كده نمشي خطوة خطوة نشوف هنكتبه ازاي. نقول له انت age equal، اديله العمر ولا اخلي اليوزر اللي دخله؟ انا ما اعرفش، ما هو كذا طالب، فاخلي اليوزر كل يوزر يدخل ايه العمر بتاعه، وبقول له انت دوت بارس لكونسول دوت ريد لاين. تمام. زي ما اتعلمنا، واقف بسيم كله. يبقى انا خدت كده معايا الايج، اقول له بقى الاف، وافتح قوسين واكتب جواهم الشرط بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو لو الايج اقل من 15 او اكبر من 15 مش هتفرق. نفتح البلوك بتاعنا نكتب بقى الكود. يعني هو لو اكبر من ال15 ينفع يروح معنا الرحلة، فهنقول له ايه؟ نملى طبعا سي دبليو، هنقول له you can go to the trip. تمام. يبقى انا عملت ايه؟ خدت العمر بتاعي وعملت الاف اللي احنا لسه واخدينها، كتبت اف، فتحت القوس كتبت جوه الشرط. لو الشرط ترو هيدخل هنا يشوف الكود ده ينفذه، لو فولس مش هيدخل هنا نهائي، هيسكيب الكلام ده كله. طب كده تعالى نشوف، ندوس كنترول F5 نشوف هيعمل ايه. بسم الله. دخله العمر مثلا 17، شايف قال له you can go to the trip. وصلت الفكرة؟ طب تعالى ناخد مثال تاني. لو قلنا له مثلا int x بيكوال 10، عايز اقارن انا الاكس برقم تاني،
بحيث اعرف انهي الاكبر. هعملها ازاي؟ انا معايا الاكس اهي، يبقى ايه؟ يبقى هحتاج رقم تاني عشان اعمل عملية المقارنة. يبقى اكتب الاف بتاعتنا وافتح القوسين واقول له ايه بقى؟ اقول له لو الاكس تمام اكبر من مثلا الرقم التاني، هنقول له 5. يعني ايه؟ يعني لو الاكس اكبر من 5 نقول له ايه؟ سي دبليو اطبع لنا الاكس، او نقول له الاكس is big او biggest، هي الكبيرة. تمام. طب تعال نشوف كده هينفذ ولا مش هينفذ. كنترول اف 5 نفذ معانا اهو. تمام. بس كده دي كانت السيشن بتاعتنا، وإن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن حاجة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.